رفيق وصديق عزيز علينا جميعا، ولكن تنودعوه، ولكن ما نساوش، غادي يبقى ديما حي في قلوبنا وفي ذاكرتنا، لأنه إنسان ومناضل. صعيب نهضر على كاع المسار النضالي ديال هذا المناضل، ولكن بشكل مركز هذا المناضل منذ نعومة أظافره هو تيناضل ضد الظلم، ضد الاستبداد، من أجل المغرب ديمقراطي، من أجل المغرب اللي تعيشوا فيه العمال والفلاحين والكادحين عيشة كريمة. هذا رفيق في الشباب ديالو كان التحق بمنظمة الأمام، وكان أحد المؤسسين ديالها. وتتعرفوا شنو هي منظمة الأمام والقمع اللي عانت منه ولأنه كان في منظمة الأمام تعتقل وتعرض للاعتقال والاختطاف والسجن، ولكن خرج من السجن واستمر في النضال ديالو في العمل النقابي وفي العمل السياسي وفي مجموعة ديال الواجهات ديال النضال، في العمل ايضا الثقافي. فعلا كان عنده هذا الرفيق، واحد الرفيق اللي هو عنده واحد الاهتمام كبير بالفكر، تيقرا بزاف. النقاش معاه دائما ممتع، لانه دائما عنده افكار، عنده واحد الاطلاع كبير على عديد من القضايا. هذا المناضل يعني كان في جميع النضالات اللي كان في النضالات الحقوقيه اللي تديرها الجمعيه، كان في النضالات ديال حركه 20 فبراير، ما كانش تيفلت حتى مسيره من المسيرات نتاع حركه 20 فبراير، وكان ايضا تحمس لهذا النضال ديال حركه 20 فبراير. كان ايضا مناضل اللي تساهم في العمل الاعلامي، حيث انه التحق بالهيئه التحرير نتاع جريده النهج الديمقراطي، وكان عنصر فعال فيها، لا من انه كان تيطرح مقترحات وتيطرح افكار وتيدير مساهمات مكتوبه، مقالات الى غير ذلك. ثم ايضا التحق بمجله التحرر، وكان احد المؤسسين ديالها، احد اعضاء هيئه التحرير ديالها، وكان فاعل، وكان تيجيب افكار كثيره، وتيساهم ايضا بكتابات كثيره داخل هذا سميتو رفيق. ايضا كان مهتم ومهموم بعدد ديال القضايا، بالخصوص قضايا اللي تتهم العالم العربي وتتهم التحرر ديالو من الهيمنه ديال الامبرياليه وديال الرجعيه والصهيونيه. كان فعلا هذه القضيه بالنسبه ليه قضيه وجوديه، وكان في وسطها وفي قلبها وعلى راسها القضيه الفلسطينيه اللي كان دائما تهتم بها وتناضل من اجلها، وساهم النيت في المجله مقال مهم حول القضيه الفلسطينيه اللي كان جد مهم. الرفيق رؤوف عبد الرؤوف رفيق ايضا انسان كان يعني عنده اخلاق جد طيبه، كان صديق ديال كل المناضلين، كاين مهموم ايضا باليسار، كان انسان اللي تيبغي اليسار، وباغي اليسار يتوحد، وباغي اليسار يكون عنده كلمته في هذه البلاد، وكان دائما تيلعب وعنده علاقات واسعه مع كل التوجهات اللي داخل اليسار. وهذه في الحقيقه مساله اللي تتحسب ليه كمساله مهمه جدا. وهو كان مناضل ماركسي، كان تآمن بالفكر الماركسي، بالصراع الطبقي، وكان دائما تيدافع على هذه الافكار ديالو، لا في اللقاءات ديالو الكثيره ولا في الكتابات اللي خلى. الرفيق كان ايضا فعلا رفيق عنده عائله اللي طبعا من جديد تنعزيوها وتقدموا لها تقدم لها باسمكم جميعا احر التعازي ديالنا، اللي استطاع انه ابنائه وبناته يكونوا يعني
يقراو ويكونوا عندهم واحد المستوى، وكان مهتم بعائلته، مهتم بالراحه ديالها وبالتطور ديالها سميتو ديالها. اذا هذا الرفيق ايضا كان رفيق انساني طيب، اخلاقه طيبه، يعني سلوكاته سلوكات جيده واخلاق حميده. حنا الان تنودعوا هذا الرفيق، ولكن غادي نبقاو دائما تنذكروه لا بالافكار اللي طرح، لا بالنضال اللي دار، ولا ايضا بذاك النقاشات الممتعه اللي كنا تنخوضوا معاه، لا في هيئه التحرير ديال النهج، جريده النهج الديمقراطي، ولا مجله التحرر، ولا في نقاشات اخرى اللي تتكون في مختلف يعني الفضاءات اللي كاينه. اسمح لنا استاذ، الله يجزاك الخير. وقت اجاب لاج يلا سمع الله. اذا في النهايه هذا الرفيق نيس كان عنده بحال اللي قلت فكر نقدي، كان دائما تيطرح اشكالات، تيطرح يعني القضايا اللي تتأرقوا واللي تتأرقنا جميعا، وكان تيحاول يجتهد باش يجاوب عليها. فمره اخرى يعني هذا مره اخرى تنحييو كاع اللي حضروا هنايا، وتنودعوا هذا الرفيق، وتنقولوا له مره اخرى اننا ما غنساوكش، وغتبقى دائما بيننا، وغتبقى دائما احد المناضلين الشرفاء ديال هذا الوطن اللي عطاو بدون حساب ودون ما ينتظروا اي حاجه. وشكرا لكم.